في شوية أسرار الراجل اللي في حياتك مش عايزك تعرفيها، بس أنا هفتن عليه وأقولها لك. 1، الراجل بيخاف من الست اللي عارفة قيمة نفسها بجد، مش مجرد جمالها وبس، في هدوءها واستقلالها بذاتها، وفي إنها ما تتمسكش بحد مش مقدرها، لأن الست اللي عندها اكتفاء دايما بتكون أقوى، ودي أكتر حاجة بتقلق الراجل. تاني سر، اهتمامه الحقيقي بيبان من الأول، في أول أسبوعين تحديداً، لأن المعجب بجد بيبان عليه ومش بيتغير مع الوقت. فلو في وقت جه عليك وسألت فيه نفسك هو مهتم بيا بجد ولا أنا ببالغ، يبقى لازم تعرفي إنك فعلاً أصبحتي محتارة في تصرفاته، وإنك بقيتي تحسي إن في حاجة غلط في تعامله معاكي، وهو فعلاً مش مهتم، لأن زي ما قلت لك إن الاهتمام الحقيقي بيبان في أول أسبوعين. تالت سر، في فرق كبير بين حب حقيقي ودوبامين مؤقت. إيه دوبامين ده؟ يعني تحفيز واستحقاق مؤقت، بمعنى رسائل، مكالمات، كلام حلو، كل ده إحساس لحظي مش التزام. والراجل دايما بيخاف من الست اللي فاهمة كويس وما بتتشدش لأي كلام وخلاص. رابع سر، كتير من الرجالة بيختبروكي من غير ما تحسي. إزاي؟ تصرف بسيط، طلب صغير، تأخير متعمد، لأنه بيبقى قاصد يشوف حدودك وثقتك بنفسك واصلة لحد فين بالظبط. خامس وآخر حاجة، نيته بتبان من 3 حاجات: كلامه مطابق لأفعاله، استمراره في علاقته بيك مش بمزاجه، ده غصب عنه علشان بيحبك، اهتمامه هتحس دايما انه حقيقي مش مصطنع لانه فعلا بيبان. اكتبي لي في الكومنتات لقيتي كام سر من الأسرار دي في علاقتك بالراجل اللي في حياتك.